نشأ في عائلة كروية بامتياز، فأصبح أصغر مدرب جزائري في عالم كرة القدم. هو شرف الدين علوي الذي لا يتعدى عمره 20 عاما. تعالوا نتابع قصته. سحرته كرة القدم فخطط للفوز بودها وبدأ رحلة الألف ميل للتربع على عرشها. شرف الدين علوي منحته كرة القدم وهو في بداية عقده الثاني لقب أصغر مدرب جزائري معترف له من الاتحاد الجزائري لكرة، ويشرف على الفئة السنية في نادي الريان البسكري. بدايتي مع عالم التدريب كانت كان عمري 18 سنة، أين دخلت على عالم التدريب هذا من بوابة نادي الريان البسكري من فئة البراعم، ونوضعوا في المسؤولين الثقة التامة، وإن عينت على رأس البراعم منذ سنتين، والآن راني مدرب رئيسي على فئة الأشبال. هو مدرب جيد جدا، ويعني مدرب شاب وصل إلى ما لم يصل إليه بعض المدربين الكبار في السن. رحلة الأحلام الوردية التي انطلق منها شرف الدين نحو التدريب ربما لم يكن ليكتب لها الكثير من النجاح لولا الدعم العائلي الكبير. سي بور سا هو حب كل واحد عنده الهواية تاعو، كل واحد وش يحب كما يقول كي تكبر معك الهواية هذه. هو حب يدخل المجال هذا تاع التدريب، احنا كما يقول لك وافقنا له الراي ومشينا في الخط نتاعو ورانا نعاونوه فيه. نشأت في بيئة رياضية، من الأب نتاعي حتى الأخ نتاعي يعني كلهم يمارسوا أنشطة رياضية مختلفة. عندي الأخ نتاعي رئيس نادي كرة اليد، وكذلك عندي 3 إخوة مارسوا نشاط كرة القدم في نادي اتحاد بسكرة. سقف طموحات هذا المدرب اليافع لا حدود لها، ولكنه يؤمن بأن العمل كفيل بتحقيق الأحلام. والواحد يطمح مستقبلا أنه يكمل الدكتوراه نتاعو في نشاط كرة القدم، التربية المدنية والرياضية. إضافة إلى هذا الطموح كشخصي أنني نحقق نتائج على مستوى الجزائر مع فرق أخرى. كل شيء يبدأ صغيرا قبل أن يطرق أبواب المجد. شعار يحمله شرف الدين في مسيرته الواعدة. تجربة شرف الدين علوي تؤكد أن حداثة السن لا تقف عائقا أبدا أمام الطموح والعمل الجاد.